تعمل انفراد لو كان تأخر. في الدقيقة 23 كان في فاول واضح جدا على حسام عاشور لاعب فريق النادي الأهلي، وكان في منتصف الملعب على ممدوح عبد الحي، واعتقد ان الكابتن ريشه كان لازم يدي بطاقة صفراء لحسام عاشور في اللعبة دي. بالمناسبة حسام عاشور من اللعيبة اللي عندهم انذارين، شايفين الراجل ما لعبش على الكورة خالص، لعب على وجه اللاعب في وجه ممدوح عبد الحي. بختلف مع الكابتن ريشه في هذا القرار، فاول يعني كان ممكن يدي انذار مستحق لحسام عاشور في هذه اللعبه. بعد كده لتسلل احمد السيد، وادي دودزي خلاص الراجل عمل فاول. بص احمد السيد بالقدم اليسرى كمل ضرب دودزي، واضحه جدا مساعد، يمكن كابتن ريشه ما يشوفهاش، ولكن كان محتسب هو الفاول لعامر صبري او عبد الستار صبري على جilberto، ولكن احمد السيد بالمناسبه احمد السيد خد انذار النهارده وهيضطر للغياب عن المباراه القادمه الفاصله امام فريق الاسماعيلي، وبين نفسه وبين ربنا. ولكن العاده من ورا الجون طبعا لا خلاف على ان الكره فاول رسمي 100%، وهدف غير صحيح من محمد ابو تريكه. بعض شبهها بهدف محمد شوقي في زامبيا، هدف شوقي في زامبيا انا كلمت شوقي بعد المباراه، مهاجم زامبيا لم يلمس محمد شوقي على الاطلاق، وشوقي هو اللي طار قدامه عشان يوهم الحكم ان له فاول. شايفين ايد محمد ابو تريكه، يا ريت في كاميرا اوضح واحسن ونوضح ازاي ابو تريكه زق احمد ابو مصطفى في اللعبه دي. الرسائل اللي بتقول ان الحكم مدي انذار لاحمد ابو مصطفى بداعي التمثيل طبعا رسائل ساذجه جدا وخاطئه. نقف ادي نمشي كمان لو سمحت يا وائل بهنساوي. ايد محمد ابو تريكه واضحه جدا، اخل بتوازن احمد ابو مصطفى، كان هيخرج كان هيطلع يعمل تيك اوف وياخد الكوره، ولكن الزقه دي اللي خلت احمد ابو مصطفى ما ياخدش الكوره. تردد محمد ابو تريكه ما بين احتساب الهدف والغاء الهدف، وده اللي خليه يقف للحظات عكس ما عمل في لقاء كوت ديفوار في نهائي افريقيا 2006. نمشي كمان شويه عشان اوريكم الكابتن ريشه واقف هناك. نمشي كابتن ريشه هناك اهو يا جماعه شايفينه. كابتن ريشه هيصفر، هيحاول ان هو يصفر. طبعا الكابتن فاروق جعفر قال في الملعب ان هو صفر، طبعا ما حدش بيصفر قبل الكوره ما تخش الجون. الكابتن ريشه الله اعلم كان هيلغي الهدف ولا تم احتساب الهدف، سواء كده او كده عايز اقول له يا كابتن ريشه الهدف ده غير صحيح، لان فاول واضح جدا على محمد ابو تريكه في الدفعه دي. نسيبنا من الهدف ده، الكاميرا دي مش هتوضح، الكاميرا وضحتها لكم. وزي ما قال الكابتن فاروق جعفر في الاتصال الهاتفي ان فعلا كان في دفعه على محمد ابو تريكه، ولكن مفيش انا المكالمه بتاعت الكابتن فاروق جعفر وقال ان الكابتن ريشه صفر. طبعا انا هوري حضراتكم الاعاده وهنشوف ان فعلا كان في زقه واضحه جدا جدا من محمد ابو تريكه. استمعنا لمكالمه الكابتن سمير كمونه، الكابتن مدحت قال له على الهدف اللي جابه في البطوله العربيه. عايز اقول لك كابتن سمير الجول اللي انت كنت جايبه كان بكتفك، يعني ما كانش بدماغك، وطبعا هو اكيد سامعني دلوقتي، ولكن بالفعل كابتن محمد ريشه حط الصفاره في بقه. بقول لحضراتكم طبعا انا مش هحاسب الكابتن ريشه لان دي حاجه ضمير بينه على المر على السنتر. في الحالات اللي زي دي لو حكم بيصفر على خطأ يا كابتن مجدي بيروح فين؟ بيجري على طول على مكان الخطأ. طبعا طبعا لو مدي خطأ بيدي مش كده برضه؟ هيجري على مكان الخطأ. لا وهو ده اللي بيحدث. بيجري على مكان الخطأ، لا يمكن يروح دايرة السنتر او يشاور بايده على مكان الخطأ من مكانه لو مش عايز يجري. يشاور بايده على مكان الخطأ، لكن ده يعني ريشه لم يشر بايده. ريشه لف على طول وحسب الكرة جول، وما اعتقدش ان الصفاره هي الصفاره اللي طلعت لحساب الكرة هدف. ها طب نكمل. نكمل. مفيش. خلاص مفيش بعد دي حاجه. نعم. من المفترض ان اللقطه ما كملتش عشان نشوف ريشه وهو بيلف. اذا هذه هي المسائل التفاصيل المتعلقه باللعبه دي اللي هو الهدف وما اثير حوله انها حاله تحكيميه. نشوف الهدف الثاني. الهدف الثاني هدف طبعا في مهاره من احمد فتحي، لان هو خلق الثغره